ازاي بطارية الايفون بتاعي فضلت 100% بعد سنة كاملة؟ ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هشارك معاكم ازاي قدرت اخلي الموبايل بتاعي بعد استخدام حوالي سنة لسه 100% ومنزلش منه ولا 1%. لان بكل بساطة الموضوع مش صدفة، في شوية عادات كده وحاجات انا بعملها وبستخدمها في الجهاز بتاعي، ده اللي بيخلي الجهاز يعيش معايا فترة أطول بطاريته 100%. فخلينا نبدأ الفيديو بسرعة، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك الفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناة، اشترك في القناة عشان نوصل ل 100,000 مشترك في أقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي ونتكلم في اي حاجه ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم على عدوهم، امين يا رب، وان شاء الله النصر قريب. في الفيديو ده هقول لك على 10 حاجات انا بعملها وانت كمان لازم تعملها، هتفرق معاك جدا في نسبه البطاريه وفي طريقه استخدامك للجهاز. اول حاجه تفعيل ميزه الشحن المحسن، ودي ميزه قويه جدا معظم الشركات دلوقتي بتعملها، وخاصه ابل عاملاها في الاجهزه بتاعتها فارقه جدا. الميزه دي بتبقى موجوده في الاعدادات بتاعه البطاريه، وابل عامله الميزه دي مخصوص عشان الجهاز بتاعك ما يوصلش 100% الا وقت اللزوم. بمعنى اصح، لو انت بتنام وبتسيب موبايلك على الشاحن وسي مثلا بتصحى الساعه 8 الصبح، الجهاز لو انت حاطه على الشاحن مثلا 70% هيشحن لحد 80%، واخر 20% دول هيكون بيشحن بطيء جدا جدا، بحيث ان هو يخلص شحن ويوصل 100% على الساعة 7:30 الصبح قبل ما تصحى بنص ساعة، بحيث ان هو الجهاز ما يفضلش واصل 100% على الشاحن طول المدة اللي انت نايمها، وانت اصلا لسه هتصحى وتستخدم جهازك الساعة 8 الصبح. ودي بتفرق جدا 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 في صحة البطارية. ومش عارف، في ناس كتير بتقولك عادي واستخدم الجهاز ما تفعلش الميزة، او هي الميزة اصلا بتبقى شغالة المفروض تلقائي اول ما بتجيب الجهاز، ولكن لو حتى مش شغالة عندك فانت لازم تفعل الميزة دي، هتكون حاجة مساعدة جدا عشان تحافظ بيها على البطارية، لان ده بيقلل ضغط كبير جدا على البطارية، فخلي بالك من النقطة دي قوي. وعايز تعرف تفعلها ازاي؟ كل اللي هتعمله هتخش على الاعدادات، هتلاقي عندك صحة البطارية والشحن، هتخش على الشحن هتلاقي Optimized Battery Charging او خاصية الشحن المحسن، هتفعلها وهتوصله ل100% عادي جدا، وده اللي هيفرق في صحة البطارية معاك على مدى أطول. تاني حاجة وهي سخونة الجهاز. زي ما انتوا عارفين أو حتى لو مش عارفين، فالحرارة بتاعة الجهاز العدو الأول لصحة البطارية والعمر البطارية، وإن البطارية تعيش معاك مدة أطول. بكل بساطة لو الجهاز بتاعك سخن جدا، أو أنت في حتة درجة الحرارة شديدة أو عالية ولقيت الجهاز بدأ يسخن لدرجة ان هو يلسع ايدك، فالافضل انك تقفل جهازك وتريحه شوية عشان ما يسخنش معاك اوفر، لان السخونية الاوفر دي بتأثر على حاجات كتير، ومش بتأثر على البطارية وبس، لا، في بعض الاحيان بتأثر على مكونات تانية في الموبايل. فالافضل لما الجهاز يوصل لدرجة سخونة عالية وتبقى اوفر وتبقى درجة حرارة غير طبيعية، فالافضل انك تريح جهازك شوية لحد ما يهدى من السخونة دي، وما تستخدموش وما تقلش عليه الا للضروره، يعني بتعمل مكالمه بتعمل حاجه، انما ما تقعدش تلعب عليه وهو سخن قوي قوي او في درجه حراره عاليه، ده هيأثر جدا على البطاريه. ولو تجنبت ده فاضمن لك ان البطاريه هتعيش معاك مده اطول، وصحه البطاريه هتقعد معاك 100% فتره اطول بكتير. فانا من الاخر كده كل اللي بعمله لما الجهاز بيسخن قوي قوي قوي، انا نفسي ما بقدرش استخدمه، فبسيبه يريح شويه لحد ما درجه الحراره ترجع طبيعيه واستخدمه تاني عادي جدا. تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا، ولكن انا ما بعملهاش بالشكل البرفكت بتاعها لان الشركة بتوصي بكده، ولكن انا ما بعملش ده، وهي انك تشحن الجهاز من 20% ل 80%. ولكن انا زي ما قلت لك انا مش جايب الجهاز عشان يخنقني واقعد بقى ايه مركز معاه ووصل 20% ووصل 80% والكلام ده، ولكن انا بعمل نص الحاجة دي. ازاي؟ انا زي ما اقول لك الجهاز اما بيجي هيفصل او مثلا في اخر اليوم واحطه على الشاحن يشحن 100% لحد الصبح واسيبه عشان لحد الصبح، دي مفيش مشكلة فيها، وانا مقتنع ان دي ما بتأثرش على البطارية، وحتى لو بتأثر تأثيرها بسيط جدا. ولكن من الناحية التانية انا ما بسيبش جهازي يوصل تحت ال20% اطلاقا، وده مش نصيحة مني او نباهة مني او ان انا بركز ان الجهاز ما يوصلش تحت ال20%، ولكن لان الجهاز بيكمل معايا اليوم وهو لسه فوق ال20%. يعني امبارح كنت ضاغط على الجهاز جدا، الجهاز جه على اخر اليوم كان معايا حوالي 23% 24%،
فحطيته على الشاحن كان لسه ما وصلش تحت ال 20%، ولكن هي ايامي كلها كده. انا طبعا عارف ان في ناس ظروفها غير ظروفي، شغلها غير شغلي، الكلام ده كله ممكن يأثر على حتة ان انت الجهاز ممكن يفصل منك على طول، ولكن حاول على قد ما تقدر ان الجهاز بتاعك ما يفصلش منك كتير، لان حتة ان البطارية بتفصل وتيجي تشحنها تاني والكلام ده كله ده بيسبب برضو ضغط على البطارية وبيأثر على صحة البطارية مع المدة الطويلة. رابع حاجة بقى وهي نوع الكابل ونوع الشاحن، ودي حاجة مهمة جدا ناس كتير بتستهتر بيها. واحد بيبقى رايح شاري جهاز ب50 60 ألف جنيه وفي الآخر جايب له شاحن كوبي أو مش أوريجينال أو أي ماركة مش معروفة، ويشحن بيه الجهاز ويجي بعد كام شهر يقول لك ده البطارية بقت 94 و95 و96 والبطارية كمان مش أفضل حاجة والجهاز بيسخن جامد وهو على الشاحن. فكل ده بيأثر. أول حاجة إن الكابلات اللي مش أصلية والشواحن اللي مش أصلية برضو ممكن تؤدي لذبذبات أصلا في الكهرباء، فالكهرباء أو الشحن اللي بيخش على الموبايل ما بيكونش ثابت، فده بيأثر. طبعا في تقنيات في الموبايل نفسه عشان تدخل لك شحن ثابت أو شحنات مظبوطة، ولكن برضو مع الاستخدام الطويل ده بيأثر على الموبايل. فتجنب تماما انك تشتري كابل تقليد او كابل تعبان ولا حتى شاحن كوبي. حاول تجيب الاوريجينال بتاع ابل او حاجه معتمده من ابل. طبعا انكر زي ما انتم عارفين كانت معتمده من ابل، ولكن الفتره اللي فاتت اتسحب منها الاعتماد ده، انا مش فاهم ليه وايه اللي حصل، ولكن بدل ما اتسحب منها الاعتماد فبلاش تشحن بشواحن انكر الفتره اللي جايه الا لو انت مضطر ومش قادر تجيب حاجه اعلى من كده. ولكن افضل شاحن وانا بستخدمه واستخدمه دايما وهو اليو جرين. اليو جرين جامد جدا وامن جدا على الاجهزه كلها، لان انا جايب واحد 100 واط وبشحن بيه موبايلاتي وساعاتي وكل حاجه، وهو امن على كل الاجهزه اللي هتشحنها بيه. خامس حاجه حابب اقول لك عليها وهي ان في ناس كتير قوي بتخاف تشحن الموبايل اصلا بالليل وهي نايمه وبتقول لك هيقعد لحد الصبح وده كله على الشاحن، فده هيأثر على البطارية عشان بيقعد مدة طويلة. زي ما قلت لك من شوية لو فعلت ميزة اللي هو الشحن المحسن ولا يفرق معاك، اشحن موبايلك عادي جدا بالليل. انا بعمل كده، دي حاجة من الحاجات اللي انا بعملها، بشحن موبايلي بالليل لحد الصبح عادي جدا وما بشيلش هم اي حاجة. سادس حاجة وهي بما ان الموبايل اصلا بيكمل معايا اليوم كله، فانا ما بشحنش موبايلي وانا بستخدمه. يعني انا ما بحطش الموبايل على شاحن الا قبل ما انام، ممكن استخدمه 10 دقايق ربع ساعه نص ساعه بالكتير وهو على الشاحن وبنام. ولكن مش من الناس ابدا اللي بتقعد تستخدم موبايلها فترات طويله وهو على الشاحن، لان ده برضو بيأثر على البطاريه، لان ده بيؤدي ان الجهاز حرارته بترفع شويه مع الشاحن كمان اللي هو اصلا بيسخن الموبايل، فده بيأثر على نسبه وصحه البطاريه. سابع حاجه بقى وهي الشحن في العربيه. في ناس كتير قوي بتشحن موبايلها في العربيه ومش فارق معاهم اي حاجه. للأسف شواحن العربية لو انت اشتريت شاحن لازم تكون شاريه برضو معتمد ويكون بيقدر يشحن بشحنات مظبوطة، لأن أصلا كهرباء العربية ما بتبقاش ثابتة، ومش شاري شاحن كويس هيأثر على البطارية جامد. وتجنب برضو انك تشحنه في العربية بكابل مش مظبوط أو كابل تعبان، لأن ده برضو هيخلي الشحنات تخش مش مظبوطة فهيأثر على البطارية. وبرضو ما تشحنوش وفي أشعة شمس جايه عليه في العربيه. دي كلها حاجات انا مش بعملها، انا بحطه دايما على فكره وانا ماشي على الابل كار بلاي بكابل وبيكون بيشحن وشغال ابل كار بلاي، ولكن جايب كابل اصلي وفي نفس الوقت ما بسيبوش في الشمس، لان ما بسيبوش في الشمس هو بيسخن فعلا، فببعده عن الشمس وبحطه في اي حته ظل عشان ما يحصلوش مشكله بسبب الحراره العاليه. تامن حاجه بقى وهي التحديثات. ناس كتير قوي بتطلع في فيديوهات وفي مقالات وبوستات تقول لك ما تحدثش التحديث ده عشان ده بيأثر على البطارية، ده انا حدثت التحديث ده فالبطارية نسبتها قلت. الكلام ده كله كلام في الهوا، مفيش اي حاجة اسمها كده. ده افضل حاجة لنسبة بطاريتك وصحة البطارية وصحة الجهاز نفسه هي انك تحدث التحديثات بتاعت ابل اول باول. ما تسيبش تحديث يتركن بالايام وبالشهور وما تحدثش جهازك، لان ده اللي هيأثر على البطارية وده اللي هيأثر على الجهاز وعلى استخدامك للجهاز، وهيأثر على حاجات كتير جدا. لان ابل اصلا بتنزل التحديثات دي بتظبط حاجات في الجهاز، ومن ضمنهم حاجات في البطاريه ومن ضمنهم حاجات في استخدامك، وان الجهاز يكمل فتره اطول بنفس البطاريه وبنفس كل حاجه. فبصراحه حته التحديثات دي ناس كتير قوي بتهري فيها، ولكن انا بقول لك خليك دايما على اخر تحديث ابل بتنزله. تاسع حاجه انا بعملها وانت مش مضطر تماما انك تعملها،
الا لو انت شبه في حته استخدامك للجهاز. انا مش بلعب على الجهاز كتير، انا من نوع الاشخاص اللي ما بلعبش على الموبايل كتير. انا بقلب على السوشيال ميديا اكتر، بخش على اليوتيوب بتفرج على فيديوهات اكتر، بقلب على الفيسبوك، على التيك توك. الحاجات دي بالنسبه لي بستخدمها اكتر حاجه على الجهاز، بعمل مكالمات مش اكتر من كده. ممكن العب العاب خفيف جدا، ممكن في اليوم ربع ساعه، وبتبقى مش كل يوم، كمان كل كام يوم. دي حاجه طبيعتي، انا مش بحب اللعب على الموبايل كتير. يمكن كان عليا جت عليا فتره بلعب على الجهاز كتير جدا، الكلام ده من كذا سنه، ولكن دلوقتي بسبب المشاغل والشغل والكلام ده كله فما بقتش ان انا العب على الجهاز كتير. ولكن دي انا بقولها لك لمجرد ان انا دي حاجه بعملها، ودي برضه بتحافظ على نسبه البطاريه بشكل ما، لان ما بتضغطش على الجهاز كتير وما بتضطرش انك تشحن الجهاز وانت بتلعب والكلام ده كله. ولكن انت مش مضطر تعمل كده، ممكن تعمل سكيب للنقطه دي وتشوف النقطه اللي بعدها، لان النقطه اللي بعد كده وهي تقليل عدد دورات الشحن. ودي حاجه برضو انا مش عارف هتقدر تعملها ولا لا، لان انا بعمل كده لان انا ما بشحنش الجهاز كل يوم الا مره واحده، وما بتبقاش الجهاز 0%، فما بيسجلش ان هي عدد دوره شحن واحده. وده بيرجع للاستخدام. انا استخدام على فكره تقيل للجهاز، ولكن زي ما قلت لك الجهاز عمره ما فصل معايا ولا نزل تحت ال 20%، فدايما لما باجي اشحنه ما بشحنوش ال 100% كامله. فطبعا شحنته النهارده مثلا 50% ولا 60%، جيت بكره شحنته 40% 50%، فبقى في اليومين شحنته دوره شحن واحده. وهكذا ممكن مثلا في 5 ايام اشحنه 4 عدد مرات دورات شحن كامله. فده اللي بيفرق شويه في عدد دورات الشحن، ولكن برضو مش مقياس. ممكن تشحن عدد اقل وبطاريتك تنزل عادي جدا. هنا خليني اقول لك على حاجه، انا في موبايلات عدد دورات الشحن بتاعتها اقل من عدد دورات الشحن بتاعي، ومع ذلك بطاريتهم نزلت وبقت 94% و95%، وانا موبايلي لسه 100%. فكل الكلام اللي انا بقوله لك ده دي حاجات انا بعملها، وبالفعل هي بتأثر شوية على البطارية، ولكن ممكن تعمل كل الكلام ده وتلاقي البطارية بتنزل معاك. فما تقلقش، انا بقول لك على حاجات لو عملتها هتفيدك كده كده وهتفيد البطارية. حتى لو بطاريتك بتنزل هتنزل اقل شوية، ولكن هي دي الحاجات اللي انا بعملها، ودول ال10 نقط اللي انا ماشي عليهم. وزي ما قلت لك مش ماشي عليهم ان هو نظام بعمله بقى والموبايل لازم بقى اعمل كده، لا، هو طبيعة حياتي انا بعمل الحاجات دي تلقائي. بس هو ده اللي انا بعمله مع الايفون بتاعي. فهم دول كانت الحاجات اللي خلت موبايلي حتى الان 100%، وطبعا توفيق من عند ربنا ان موبايلي لحد دلوقتي 100%. فمن الاخر كده هي مجرد عادات بسيطة في استخدامك ممكن تخلي الموبايل بتاعك بدل ما ينزل 90 وحاجة و80% يفضل معاك حاجه و90% لفتره اطول. لو الفيديو عجبك بقى ما تنساش تعمل لايك، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه. اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا، احنا خلاص 99500 مشترك، فاضلنا 500 مشترك بس ونوصل لل 100000. وخلي بالك في جيف اويز جامده جدا مقدمه من انفينكس، ساعات وسماعات، ادي ساعات وفي سماعات كمان. في حوالي 8 جيف اويز هيتوزعوا في الفيديو اللي هنوصل فيه لل 100000 وهستلم الدرع ان شاء الله. هنعمل جيف اويز قويه جدا جدا. فانزل اعمل سبسكرايب دلوقتي على القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، ويوصلك الفيديو كمان اللي هيبقى فيه توزيع جيف اويز او الاعلان عنها. وبس كده، وما تنسوش بقى تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.